ليفربول اكتسح برينتفورد 3 وصلاح جاب له جونين ودلع بتوع الفانتزي، بس للاسف انا لسه قلقان. عارف يا ليفربول انك فرحان بفوز ليفربول، وخصوصا بعد تعادل السيتي والفرق بينك وبينه بقى نقطه واحده، وكمان هتلعب الماتش الجاي فعندك فرصه للصداره. بس في حاجات تقلق، اولها لو اتفرجت على ماتش برينتفورد هتلاقي مبويمو كان عنده كذا فرصه للتهديد ومنها انفراد صريح، بس دايما اليسون واقف في ظهره. دفاعات ليفربول في معظم الماتشات مكشوفه، ليفربول عنده مشكله خطيره في الهجمات المرتده واي فريق كبير يقدر يستغلها. المشكله الثانيه ليفربول بيعتمد في الجون الاول قدام الفرق اللي بتتكتل مش على اللعب المفتوح، بيعتمد على الضغط وانه يغلط الفرقه اللي قدام، وشفنا ده قدام برايتون وشفنا ده قدام برينتفورد وكذا فرقه غيرهم كمان. طب ولو انت ما لعبتش قدام فرقه بتغلط زي السيتي مثلا؟ المشكله الثالثه بقى داروين نونيز، بيعمل كل حاجه في الكوره، تحركات، اسبرنتات، شوط على الجول، محطه، فاضل حاجه واحده وهي الفينش. داروين لو بقى فتاك في الفينش اطمن على هجوم ليفربول. ليفربول كسب بسكور مرتاح، بس انا قلقان من الماتشات الجاي